صباح الخير، عاملين ايه؟ حد طلب مني صلصة المكرونة بتتعمل ازاي. بصوا، انا بحمر البصلة، احط لكم في 4 معالق زيت بالكتير، يعني كمية الدهون اللي انتوا عايزينها. اللي عايزة يعملها بسمنة يعملها، بس هي بتبقى المكرونة جميلة بالزيت. هنعمل فيها ايه؟ اديني بحمر البصلة اهي. البصلة داخلة على التحمير. انا بعد ما بحمرها بحط، يعني داخله على الحمارة اهي، بقوم حاطه لها ايه؟ قرن فلفل اخضر رومي او حراق اللي هو عايزه، ونص قرن فلفل احمر، وبشوحه مع الزيت ومع البصل. بيدي ريحه للمكرونه بقى وطعم ما اقولكمش، تحفه بالهنا والشفا اهو. وبعد ما بتحمر ممكن احط لها حته تومه صغيره، حته تومه صغننه كده، نشوح كله مع بعضه كده. وبصفي، باخد حبة من الزيت ده اقلب بالمكرونة، ماشي. بصوا بصوا الجميلة ازاي، والريحة تحفة تحفة بتحفة تحفة بالهنا والشفا. اخدت حبة صغيرة من الزيت بتاعته، واقوم حاطة طماطم وعندي نص برطمان صلصة احطها عشان انا عاملة كمية مكرونة كتير. واقوم حاطة على الصلصة اللي عندي دي شوية مية، واسيبها لما تيجي تتسبك بقى. اضيف لها الفلفل الاسود، 3 معلقة فلفل اسود. لا عايز يحط جوز الطيب، عايز يحط بهارات براحته، بس هي الفلفل الاسود بس بتبقى طعمها جميل. وريحة الفلفل الاخضر مع الاحمر كده بيديها طعم حلو اوي. بحط لها، لا اما تحطي قرص ماجي، لا اما تحطي معلقة سكر، ده اختياري. ومعلقة ملح، الملح حسب الكمية اللي انت بتعمليها. كل التوابل والملح والحاجات دي حسب كميتك اللي انت بتعمليها، ملهاش مقدار معين. انا ده هحط معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه سكر. بصوا جمال الصلصه جميله ازاي. هحط لها معلقه سكر، معلقه ملح، اهي، معلقه فلفل اسود اهي. بصوا جمال الصلصه بقت شكلها ايه ولونها ايه وجميل ازاي. غليت اهي، هتبهدلنا نقوم موطيين عليها ومغطيينها. لما معلقتين ولا الزيت بتوعنا يطلعوا من فوق، وهتاكلي احلى صلصه مكرونه. شفتوا جمال الصلصه؟ ممكن اوي الصلصه دي تعمليها اكياس وتحطيها في الفريزر، وتطلعي منها اللي انت عايزاه. يعني دي تكفيكي، يعني تعمل لك مرتين او 3 مكرونه حسب كميتك يعني. ممكن تشيليها في الفريزر وتعمليها. ادي صلصه المكرونه اهي، طلعت في منتهى الجمال وطعمها تحفه. طعمها جميل جدا وبالهنا والشفا. تسلقي المكرونه بقى وتحطيها عليها.
وتاخدي شويه الزيت اللي انا قلت لك عليهم، تقلبي بيها المكرونه تبقى طعمها في منتهى الجمال. وبالهنا والشفا. وكده خلصت صلصه المكرونه بألف هنا.